there are there are يجي بعدها اسم جمع. يوجد مثلا، هنا أقول a boy، ولد واحد. هنا أقول there are boys، يوجد أولاد. لحد هنا كده الكلام مفيش حاجة فيه اسم. طب لو جبت is الأول، is there، هيبقى سؤال. معناها اه هيبقى معناها سؤال. لو بدأت ب is there سؤال. هيبقى سؤال. معناها معناه هل اه يوجد. هل يوجد. excellent. ممتاز. هل يوجد. و are there برضو هتبقى معناها هل يوجد. طيب هنا بقى لو الاسم مفرد، هنا هيبقى اسمه مفرد. طيب لو اسم بقى غير مفرد، يعني اسم لا يعد، اسم لا يعد، هجيب أمامه إيه؟ إحنا هنا قلنا أبوي أو بويز. طب لو اسم لا يعد بقى، لو هنستخدم مع is there و are there اسم لا يعد، هيجي بعدهم اسم لا يعد. وليكن زي اسم إيه لا يعد، الأسماء التي لا تعد، زي ووتر. ماء، ووتر، ما. ماء. طيب لو هقول is there water، هقول هنا ايه بقى؟ اختار ايه؟ a ولا an ولا some سم. ولا any؟ هم؟ اختار ايه؟ a ولا an ولا some ولا any؟ some no any. في الاستفهام بختار any. is there هل يوجد any water أي ماء؟ في الاستفهام بختار any مش some. لو مثلا ممكن نغير كلمة water دي مثلا box. is are there بس هيبقى are there any books، جمع كتاب، كتب. هل يوجد أي كتب؟ هل يوجد أي كتب؟ هل يوجد أي ماء؟ هل يوجد أي ماء؟ طب إمتى أختار صم، بما إننا بقى ذكرنا صم؟ مم. طب لو مثلا في جملة تاني بس الأول عشان نقول، لو قلنا there is not، يعني إيه there is not؟ لا يوجد. لا يوجد. هقول هنا بقى any ولا some ولا إيه بالظبط؟ water. أقول any ولا some؟ سم. any. يبقى في نفي في نوت، يبقى اختار any. there isn't any water، لا يوجد أي ماء. لا يوجد أي ماء. ما. يبقى لو مع النفي ومع الاستفهام بختار any. مع النفي مع نوت ومع الاستفهام بختار any.
طيب لو طيب مفيش بقى نفي ومفيش استفهام، بختار صم. يعني أقول there يوجد some books. there are، مش مينفعش أقول is، لازم أقول are جمع، عشان هنا في كلمة جمع. there are some books، يوجد بعض من some معناها بعض من، يوجد بعض من الكتب. أو ممكن يجي اسم لا يعد زي ووتر، يوجد بعض من الماء some water. طب لو قلت is، ها، ما ينفعش ولا some ولا any، هقول there is يوجد a book، يوجد كتاب واحد. you understand؟ يس. yes. طب some دي بقى ممكن استخدمها مع الاستفهام، ممكن استخدمها مع الاستفهام بس في حالة العرض والطلب. في حالة العرض والطلب. can you give me، انا بقول some مش any، some water. استفهام اهو، ومع ذلك اخترت some مش any، ومع ذلك اخترت some مش any، مع ان في استفهام. احنا قلنا في الاستفهام بنختار any، مع ان هنا في استفهام واخترت some. بس ليه؟ في حالة ان انا بطلب طلب. can you give me، هل ممكن انت give me تعطيني some water بعض من الماء. طب لو في حالة الطلب بقى، العرض قصدي، would you like، هل أنت تحب some water بعض من الماء. استفهام، في استفهام واستخدمت some، في استفهام ومع ذلك استخدمت some. في حالة الإيه بقى؟ العرض هنا، الطلب أو العرض. would you like، هل تحب. would you like على بعدها كده معناها هل تحب some water. would you like some water. would you like some water، هل تحب بعضا من الماء. يبقى احنا شرحنا دلوقتي الفرق بين some و any، وامتى بنستخدم some وامتى بنستخدم any. في اي مشكلة دلوقتي مش واضحة امامك في الفرق ما بينهم؟ لا. طب امتى بنستخدم some any الاول، امتى بنستخدم any. فأنا استخدمها في في الجمع. لا، مو في الجمع، في الغير محدود. مم. كمان في توقع في النفي، صح؟ any بنستخدمها في النفي والاستفهام. وغير المحدود. بيجي بعدها ايه بقى؟ بيجي بعدها اسم جمع، الله أكبر، او اسم لا يعد. ما يجيش بعدها اسم مفرد. اسم مفرد يبقى او ان، ا او ان، واحنا قلنا معناهم واحد او واحدة. طبعا خلصنا من موضوع there is يوجد للمفرد، و there are يوجد للايه، للجمع. طب some نستخدمها امتى؟ للعرض والطلب، ممكن بس الاستفهام. some نستخدمها في الاستفهام، في حالة العرض والطلب. الاستفهام بس مش في اي استفهام، في استفهام في حالة العرض او الطلب. وبنستخدمها في الجملة الخبرية، الجملة خبرية. الخبرية العادية خالص، الجملة العادية خالص اللي ما فيهاش النفي، اللي ما فيهاش not.
المنفية اللي هي فيها نوت، أو ممكن تتكتب كده إن أبوستروفي تي. isn't، don't، doesn't، isn't، aren't، haven't. المهم فيها ان او تي او ان ابوستروفي تي اللي هي معناها لا. آم، كده احنا رجعنا تاني على صم واني. رجعنا على صم وان، نفس الكلام برضو. صم واني بيجي بعدهم اسم جمع واسم لا يعد. اسم لا يعد. اسم جمع زي مثلا جمع بوك كتاب، بوكس كتب. اسم لا يعد زي ووتر مثلا ماء. مثال يعني. نفس الكلام. او ان، دول بنستخدمهم بيجي بعدهم اسم مفرد. اسم مفرد. بوك كتاب، فان، ابل، تفاحة. طيب كنت عايز اشرح حاجة تاني برضو. الفرق بين ميني وماتش. ايه الفرق بين ميني وماتش؟ يعني ايه ميني يا اقول ناصر؟ لك ما الفرق. ايه؟ اقول لك الفرق. اه. ميني اه. آه تقولها ديك تعدها. اه يعني ايه ميني؟ ميني يعني كم. لا لا. ها. ميني معناها كثير. ولو جاء قبلها هاو بيبقى معناها عدد. هاو ميني كم عدد. لو جاء قبلها هاو. لو جاء قبلها هاو من هاو. كم عدد. طيب ميني معناها كثير. ميني يجي بعدها اسم يعد. I have، أنا أمتلك many books. يجي بعدها اسم جمع يعد. اسم جمع يعد. يعد. I have many books، أنا أمتلك الكثير من الكتب. طب much يجي بعدها اسم لا يعد، معناها كثير برضو. معناها كثير برضو. I have much water، أنا أمتلك الكثير من الماء. much water. فهمنا الفرق بين much وميني. طب لو much دي جه قبلها هاو هيبقى معناها كم كمية. كم كمية. مي. how much water، كم كمية الماء. لو هنعمل سؤال هنقول how how much water do you have. how much water do you have. كم كمية المياه التي أنت تمتلكها. how much water دي كلها على بعضها كده أداة استفهام. how much water فعل مساعد do you have. how much water do you have. I have much water. how many books do you have. how many books كم عدد الكتب do you have التي أنت تمتلكها. I have many books. it's okay. يس. yes. أعتقد كده النهاردة شرحنا كل اللي عايزين نقوله في الهوم وورك اللي أنا هبعته لك. طب برضو في حاجة تانية كنت عايز أقولها. a lot of عشان بس ما تقفش أمامك. a lot of معناها الكثير من. a lot of معناها الكثير من. بيجي بعدها الاتنين بقى، اسم جمع واسم لا يعد.
يجي بعدها books. I have a lot of books. أنا أمتلك الكثير من الكتب. أو تمشي تقول I have a lot of water. أنا أمتلك الكثير من الماء. يعني a lot of معناها الكثير من، زيهم هما الاتنين. بس بقى إيه تمشي مع الاتنين. هنا many تمشي مع الإيه، مع books. وماتش تمشي مع إيه، مع water. a lot of تمشي بقى مع الاتنين، مع البوكس والووتر، مع الاسم الجمع ومع الاسم الذي لا يعد. تمشي مع الاتنين. يعني لو قلت I have a lot of books جملة سليمة صحيحة. ولو قلت I have a lot of water جملة صحيحة. you understand or you understand. يس يس. yes. آه، في حاجة تانية كنا عايزين نقولها في الدرس بتاع النهاردة، أعتقد كده شرحنا كل اللي عاوزين نقوله. من حيث is there و are there و many و much و a lot of. هبعت لك بقى ايه مقطع صوتي. يعني حاول تكتب اي جمل منه تفهمها، يعني ايه الانجليش، بس مش قواعد الانجليش قواعد وحفظ كلمات. وان احنا نسمع كتير. طبعا انا عايزك تبقى يعني بيرفكت في الانجليش. مش هو ده اللي انت عايزه برضو يا ناصر؟ يس. يعني انت يعني بتاخد كورس مش مع حد عادي. يعني الحمد لله مش بشكر في نفسي يعني ولا حاجة. انا بس عايزك تبقى ايه، يعني ايه، يعني تسمع الانجليش كمان. يعني تبقى قاعد تسمع فيلم او تسمع اي حاجة اي اجنبي، يعني تبقى تحاول تفهم. يعني اللي احنا مش بنتعلم خلاص كده للدراسة. فعاوزين نتعلم بقى للايه، للهاي ليفل، المستوى الاعلى يعني. يعني انا مش عاوز اضغط عليك. يعني انا ما بديكش المقطع الصوتي ده الا في الفترة اللي هي من يوم الاحد ليوم الخميس. معاك فترة طويلة. عاوزك بس تكتب اي جمل تفهمها بس من المقطع الصوتي. ماشي. تمام. ماشي. تمام. اي جمل تفهمها، مش هفرض عليك ان انت تكتب لا طبعا. يعني اي جمل تفهمها اكتبها بس كده مش اكتر. عايز بس امرنك على مهارة الاستماع. يعني مهارة الاستماع دي هتقوي عندك الجرامر، هتقوي عندك ال الرايتنج الكتابة، الفوكابلري. هتقوي عندك حاجات كتيرة جدا. يعني اصل اللغة بحرها واسع. مش هنعرف نلمها يعني إلا بالبراكتس، التدريب في الاستماع والكتابة والقراءة. تمام. تمام. See you on Thursday. جود باي. Goodbye.